يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لم يسمع بها حكام الإمارات، فما فعله أطفال زايد يدل على أنهم أنبياء يوحى لهم، حتى قاموا بإنشاء دين جديد يقوم على صهر الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية في قالب واحد. وفي هذا التقرير نكشف لكم حقيقة هذا الدين والغاية منه ومن يقف وراءه. الديانة الإبراهيمية ليست فكرة أطفال زايد، ورغم مكرهم وعدائهم الواضح للإسلام والمسلمين إلا أنهم أغبى من أن يفكروا في مثل هذه الفكرة. الديانة الإبراهيمية هي فكرة أطلقها باحثون يهود من جامعة هارفارد الأمريكية لتطبيع العلاقات بين المسلمين واليهود، ولم يجد الصهاينة خيراً من أطفال زايد لتنفيذ هذا المخطط. وبالفعل شرع محمد بن زايد شيطان العرب على بناء هذا المعبد، وقد تم افتتاحه في 17 من شهر شباط الحالي، وقد ازدحم حفل الافتتاح بالصهاينة، وحمل هذا المعبد اسم البيت الإبراهيمي. الدين الجديد يقوم على صهر جميع معتقدات الديانات السماوية بشكل يخدم مصالح دولة إسرائيل في الدول الإسلامية. وبالمقابل تصدت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية لهذا العمل المخرج من دين الإسلام، حيث قالت: لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وإنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع. والدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، وأن الغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. وأكدت أيضاً أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها ترضى بالكفر بالله عز وجل. واختصاراً لما سبق، فيمكننا القول بأن الفتوى السعودية تدحض الترويج الإماراتي لمشروع بيت العائلة الإبراهيمية، ويمكن استخلاص منه اتهاماً يوجه للإمارات بأنها تحرض على الردة على الدين وهدم الإسلام. والتقارب بين الإمارات وإسرائيل متزايد بشدة في الفترة الماضية، ويتجلى ذلك في المواقف السياسية التي تصدر عن أبو ظبي التي تمثل دعما لدولة الاحتلال، ولا سيما عند تنفيذ المقاومين الفلسطينيين أي عملية ضد الاحتلال. فهدف آل زايد من هذا المجمع أصبح واضحا للجميع، وهو تآمرهم مع الصهاينة ضد أبناء ملتهم، وهم مستعدون للتنازل عن أي شيء مقابل أن يرضى عنهم أسيادهم من اليهود والنصارى وخاصة الأمريكان، حتى ولو كان هذا التنازل يصل بهم إلى الردة عن دين الإسلام، والذي لطالما أثبتوا لنا آل زايد بأفعالهم وخيانتهم بأن هذا الدين لا يمثلهم. وبالنهاية لا يسعنا إلا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب.